السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الخبر العاجل المرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم دائما كل جديد. فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة حكمها في حق صانع المحتوى المعروف بلقب ملحوت، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالإخلال بالحياء العام ونشر محتويات رقمية اعتبرت ماسة بالقيم والأخلاق. وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم ب5 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغا ماليا. كما شمل الحكم قرارا وصف بالقاسي مهنيا، حيث أمرت المحكمة بإغلاق جميع قنواته على منصة يوتيوب وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من النشر فيها لمدة 5 سنوات. يأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات القضائية المغربية للمراقبة على المحتويات الرقمية التي تثير الجدل وتتجاوز الخطوط الحمراء للآداب العامة، وهو ما أثار انقساما في الآراء بين من اعتبر القرار رادعا للفوضى الرقمية ومن يراه تضييقا على نشطاء الويب. شكرا وإلى لقاء آخر.